بايرت اوف كاريب، لي بيغات دو كاريب، افلام القراصنه. ولكن شكون هما هاد القراصنه؟ واش فراسكم عندهم علاقه بالمغرب وعندهم علاقه بالضبط بهذا المكان هذا؟ اليوم غادي نعرفوا القصه الغريبه اللي قليل كيعرفها. كلنا تفرجنا في الافلام ديال القراصنه وايضا الرسوم المتحركه، لكن القصه اللي ما خبرك بها حتى شي حد هو على ان معظم هذوك القراصنه راه ماشي كانوا من الكرايب، كانوا مغاربه. كانوا مغاربه، والبطوات ديالهم كانت كتخرج من هنا، من الرباط وسلا. القصه بدات من بعد سقوط الاندلس ورجعوا المورسكيين للمغرب. المدن اللي استقروا فيها كانت الرباط وسلا، ومن بينهم كان اهل هورناتشوس او اللي كيسموهم الرانتشوس. ما جاوش غير فقط هربانين، لكن جاو ومعاهم واحد الخبره بحريه وتنظيم عسكري، وبالزربه اسسوا جمهوريه ابي رقراق اللي كان ديك الساعه غير الاسم ديالها كيخلع كل السفن الاوروبيه. ولكن خصنا نعرفوا واحد القضيه، هذاك الاسم ديال القرصنه هو اسم اوروبي، اما المغاربه فكانوا كيسميوه الجهاد البحري، وكان مؤسساتي وكيدخل في مداخيل الدوله. ومن بين اشهر القاده كان الرئيس مراد والرئيس احمد بن عائشه، وهما واحد جوج الاسماء اللي اغلبيه ديال الملوك ديال اوروبا كانوا كيتخلعوا غير ملي كيسمعوا سمياتهم. من مورا هاد الاسوار هادو اللي كنشوفوا كانت المدافع، لان كانت بعض المرات ملي كترجع السفن المغربيه كيقدروا يتبعوهم دوك السفن الاوروبيه. اش كيديروا المغاربه؟ كيدخلوا لداخل ديال السور، والاخرين كيهجموا عليهم بالمدافع، المدافع اللي كانت دائما كتكون فوق الاسوار. القصه الغريبه هو على ان هذوك السفن ما وصلوش فقط غير المحيط الاطلسي او البحر الابيض المتوسط، وما وصلوش غير لاسبانيا والبرتغال، لكن في 1627 وصلوا حتى لايسلندا في واحد من ابعد الحملات البحريه اللي دازت في التاريخ ديال شمال افريقيا كامل. خصنا نعرفوا بان بسبب هاد الرجال اللي كانوا كيسموهم الاوروبيين القرصنه، كنا حنا كنسموهم المجاهدين البحريين، فهما اجبروا معظم ملوك اوروبا على انهم يتفاوضوا مع الدوله المغربيه، بل اكثر من ذلك انهم يفتحوا قنصليات لهم ويسعوا للسلم.